جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. انا النهارده جايه من العلاج الطبيعي تعبانه، فهم عايزين يتغدوا ولادي، فانا بقول لهم يا جماعه انا مش قادره ان انا اعمل اكل. قالوا لي يا ماما احنا عايزين نتغدى وعايزين فرخه، تعمل لنا فرخه حلوه كده النهارده. طيب ماشي، قالوا ايه يعني اعمليها بالصلصه كده في طاسه في حاجه، انت اتصرفي يا ماما واعملي لنا حاجه حلوه كده. طيب ماشي يلا تمام. وهو يا جماعة طبعا أنا عندي طاسة. طبعا بعد غسلت الفرخة بتاعتي ونضفتها كويس جدا بالمحلول اللي احنا بنعمله الطبيعي، اللي هو الدقيق وليمون وملح وسكر، والنظام بتاعنا اللي احنا بنعمله اللي انتوا عارفينه على طول. حطيت زي ربع كوباية من الزيت في الطاسة. هعمل كل حاجة النهاردة في طاسة واحدة. يعني انا هعمل الفرخة بتاعتي في طاسة واحدة، وهنعملها برضو على البوتاجاز، مش هندخلها الفرن الا حاجات بسيطة كده. انا حطيت الزيت بس ثواني يسخن. وهو يا جماعه هننزل بقى بالفرخه بتاعتنا. انا معليه البوتاجاز جامد اهو. وهو هنزل بقى بالفرخه بتاعتي كده على درجه حراره البوتاجاز عاليه اهو. انا هديها صدمه كده، تكون عاليه خالص الفراخ بتاعتي، يعني تكون البوتاجاز عالي عليها. وهو يا جماعه انا بتاع بس على الناحيه التانية، ودي الناحيه كمان ديت استوت وهي. انا عايزه بقى عايزه يا جماعه ابداها يعني من هنا كده، يعني الجنب حتى الجناب عايزين نحمرها، يعني عايزين نحمر الجناب بتاعتنا كده برضو اهو. وهي يا جماعه شفتوا عملت الفرخه بتاعتي ازاي، حمرتها كلها كده كويس جدا اهي. هنشيلها بقى عشان نعمل الخطوه الثانيه اللي بعدها، يعني احنا الخطوات هنعملها واحده واحده معاكم. وهو يا جماعه معانا بقى 3 بصلات، واحده كبيره واتنين صغيرين، ومعانا نص قرن فلفل. انا ما بحبش عامه البصل كتير، احنا هنعمل النهارده الفرخه بتاعتنا بالبصل، بس انا ما بحبش البصل كتير. احنا هنعملها حلقات كده اهو، او جولييت زي ما انتوا بتقولوا، بس انا بقول حلقات عادي، يعني مش شرط يعني بقى نقول ندلع البصل ونقول جولييت اهو. وبنمسكه بقى نقطعه كده كويس جدا اهوت. يا جماعه عملت البصل بتاعي قطعته، انا هنزل بالبصل بس، انا هسيب الفلفل شويه كده. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه على البوتاجاز. وهو يا جماعه هنزل بقى بالبصل بتاعي كده في الزيت اللي احنا محمرين فيه الفرخ اهو. زي ما انا قلت لكم انا هستنى شويه بالفلفل. الزيت اللي انا محمره فيه الفرخه انا هحمر فيه البصله بتاعتي. وهو يا جماعه البصل بتاعي كده لونه جميل جدا، هو مش في الكاميرا مكرمل قوي، يعني مش جاي اللي هو احمر قوي، بس هو كده اللون الذهبي، مش تسيبوه يمرر. معانا بقى صلصه، هنحط لنا 3 معالق كده من الصلصه اهيت، وهقلبها كده في البصل كويس جدا اهو. وانا مش بحب الصلصه قوي يا جماعه في الاكلات، يعني انا مش هحط صلصه بس، انا هحط معايا 3 طماطم. زي ما انا قلت لكم انا مش يعني الصلصه مش بحبها قوي على الاكل لوحدها، يعني بحب ان انا احط برضو عصير طماطم. انا معايا 3 طماطمات عصرتهم كويس جدا في الخلاط وصفيتهم. وطبعا انا هنزل بيهم بعد ما الصلصه بتاعتي اتسبكت كده كويس وطلعت منها الماده الحافظه اهو اهيت. ومعانا كوبايه العصير الطماطم، ونزلت بقى كده على الصلصه بتاعتي اهو. وهو يا جماعه بعد ما نزلنا بالطماطم معانا التتبيله بتاعت الكباب الصيني، ان شاء الله هنزلها لكم النهارده في فيديو الكبد باذن الله. ومعايا كمون، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا بابريكا، ومعايا مرق الدجاج، ومعايا ال7 بهارات اهو. وهنزل بالحاجات دي كلها كده على التتبيله بتاعتي الحلوه الخطيره دي اهو. عندي بقى جوز الطيب، وجوز الطيب دي براحتك اختياري، لو حابه تحطيها تمام، مش حابه لا. انا ببشر شويه صغيرين كده خالص اهوت. التتبيله طبعا انا حاطه من الحاجات ديت كل حاجه
نص معلقه كبيره او نص ونص معلقه صغيره، يعني الكمون والفلفل الاسمر نص معلقه صغيره، الحاجات اللي هي الحلوه التانية نص معلقه من الكبير اهو. ومعايا بقى ايه صويا صوص، هنزل بمعلقتين من الصويا صوص اهو، تبقى جميله جدا برضو في تتبيله الفراخ. ومعايا بقى الجامد جدا اللي هو ايه العسل الابيض، انا حطيت كده معلقه من العسل الابيض، وهرجع تاني اخد ايه معلقه كمان من العسل الابيض. جميل جميل بصراحه، بيبقى طعمه حلو جدا اهو. وهو يا جماعه معايا بقى ايه نص معلقه كبيره من الملح، بمعدل معلقتين صغيرين ملح، عشان ايه نملح الصلصه بتاعتنا. وهي كده استوت جدا وبقت تمام. هنزل بقى ايه بالفراخ بتاعتي، الفرخه بتاعتي اهو، شفتوا اهوت. وهنزل كده بفرختي بالشكل الجميل ده، وهنسيبها بقى، هغطي عليها هدي عليها شويه وهسيبها. بس انا لسه هحط كوبايه من الميه السخنه، وهي يا جماعه وكوبايه ميه مغليه اهو. انا بحب الكوبايات ديت، يعني يارا بتقول لي يا ماما دي انت جايبه حاجات رمضان هنا، قلت لها يا بنتي عامله زي الشفشق كده صغيره وحلوه كده اهو، بتساعدني يعني. واحنا كده بقى الفرخه بتاعتنا بقت تمام اهوت. انا لسه ناقص بس احط الايه النص قرن فلفل من الاحمر، وادي القرن الفلفل، نص قرن فلفل من الاحمر اهو، هنحطه في الاخر كده. احنا هنهدي بقى البوتاجاز شويه، انا ممكن اعملها في الفرن وممكن لا، عشان انا تعبانه يا جماعه والبرد ده تعبني. واللي يلاقي لي حل منكم والنبي لو سمحتوا يعني يقولوا لي قول لي اخد ايه، بس عشان انا تعبت جدا وباخد ادويه كتير خالص والبرد مش راضي يروح عندي. وادي الفرخه بتاعتنا استوت وبقت تمام، انا بس هحطها في الفرن تاخد لها وش. وهو يا جماعه معانا بصلتين بقى هنعملهم شريان برضو اهوت، هنحطهم في ريح الفرخه بتاعتنا واحنا بنقدمها. بصلتين صغيرين، لو مش حابه بصل عادي، حابه تعملي سلطه تمام، بس هي مش محتاجه اي حاجه بصراحه يعني. وطعمها جميل جدا، وطبعا ريحتها جايبه لها حديت اخر الدنيا. ومعانا بقى ايه شويه ملح صغيرين كده، نص معلقه من الصغيره الملح، صغيره من السمان اهي، وشويه شطه صغيرين خالص خالص خالص، يعني ايه ما تكمليش ربع معلقه صغيره، ومعلقه دبس الرمان. وبمسكها كده كويس جدا وبدعكها اهيت البصلتين الصغيرين دول، ونجيب بقى طبق ونحطهم فيه. وهو يا جماعه طلعناها بقى من الفرن بتاعنا جميله جدا، والصوص بتاعها جميل وتقيل وحلو اهو، جميله وخطيره وريحتها مش هقول لكم قلب الدنيا اهو. عملنا هنا بقى شويه رز بشعريه كده جنبهم جمال جدا اهوت. وادي الفرخه بتاعتنا استوت وبقت تمام خالص اهو. عايزاكم بقى تقولوا لي ايه رايكم. بسم الله، يعني السوا بتاعها شفتوا جميله جدا جدا اهوت. وعايزين بقى تحطوا البصل في ريحها تمام برضو اهو. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. ولو اول مره بتشوفوني انا اسمي نجوى ابراهيم، مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد، مع الف سلامه، باي باي.